ده احمد كان طالب شاطر في الجامعه وخلاص دلوقتي بيتخرج، كان بيدرس صيدله ودلوقتي هو مبسوط عشان اخيرا هيخلص دراسه ويروح يدور على شغل ويبدا حياته. قبل ما يخلص كليه احمد حاول ياخد فكره عن سوق العمل، اتدرب شويه في صيدليه، سال صحابه اللي اكبر منه بعد ما خلصوا بيشتغلوا دلوقتي فين. دلوقتي هو بيدور على شغل، بيبعت السي في بتاعه لكل الوظائف اللي بتنزل، بيعمل انترفيوهات في وظائف مختلفه. هو مش عارف بالظبط هو عايز يشتغل ايه، بس هو بيجرب بياخد خبره. بعد فتره هو اتقبل في وظيفتين، اول وظيفه مندوب طبي في شركه ادويه كبيره، الوظيفه الثانيه صيدلي في صيدليه برضو كبيره سلسله صيدليات. وبعد تفكير ومداولات اخد انهي شغلانه، استقر ان هو ياخد الوظيفه في الصيدليه عشان حس ان الوظيفه اللي هو بيحبها اكتر. المهم ان هو بدا يشتغل، كل حاجه كانت جديده وبيتعلم. بعد فتره حوالي 5-6 شهور سنه حس ان هو محبط، مش حاسس ان هو ده مكانه. المهام اللي بيعملها كل يوم حاسس ان هي مكرره، حاسس ان هو اخد قرار غلط. في نفس الوقت بيشوف ناس كتير حواليه بيعملوا حاجات مختلفه، اللي اشتغل مثلا في شركات ادويه في السيلز ماركتنج، حاجات مالهاش دعوه بالظبط باللي هو درسه في الكليه. ناس ثانيه بتفكر ان هي تسافر تكمل دراسه، او ناس تسافر ثانيه ان هي تشتغل. المهم ان احمد حاسس ان هو تايه، مش عارف بالظبط هو عايز يعمل ايه. اللي هو متاكد منه ان هو حاسس ان هو اختار كارير غلط. احمد مش لوحده، معظم الناس بيبداوا المسار المهني بتاعهم وبعد فتره بيكتشفوا ان هم مش في الوظيفه اللي هم بيحبوها. في دراسه حتى في امريكا من قريب بتقول ان 27% بس من الناس اللي بيتخرجوا من الجامعات بيشتغلوا في التخصصات اللي هم اتخرجوا منها. عشان كده في الفيديو بتاع النهارده عايزين نتكلم عن ليه كتير من الناس بيلاقوا نفسهم في المسار المهني الغلط، او اللي هم شايفين ان هو غلط، مش مبسوطين في المكان اللي هم فيه. ازاي نحاول نختار بشكل اذكى من البدايه، ونعمل ايه لو احنا حسينا ان احنا محتاجين نغير الوظيفه او المسار المهني اللي احنا مشينا فيه. لو اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، وانا مش مدرب مهني ولا بتاع تنميه بشريه ولا حاجه. بتهيألي انا اقل كتير جدا من ان انا يعني ابقى مدرب مهني. انا عملت اخطاء جدا في الكارير بتاعي ان انا ادرب حد ان هو يعمل دوت. انا بس حسيت ان دي افكار ممكن تبقى مفيده لحد تاني، يمكن من تجارب غلط عملتها قبل كده. ولو انت شايف ان الكلام ده شبهك او الافكار دي مفيده بالنسبه لك، ممكن تكمل الفيديو للاخر. العالم اللي احنا عايشين فيه النهارده اصعب بكتير من زمان. اي حد بيحاول ان هو يدور على شغل او يثبت نفسه في سوق العمل في اي وظيفه، تلاقي ان هو محتاج يثبت نفسه ومهاراته اصعب بكتير من مثلا 20-30 سنه فاتوا. مفهوم الشغل نفسه اتغير. مفهوم الشغل زي ما كلنا عارفين ان انت يبقى عندك مهاره او شويه مهارات انت متقنها كفايه، المهارات دي ليها قيمه اقتصاديه تخلي حد تاني مستعد انه يدفع لك فلوس قصادها عشان تعمل الوظيفه او المهاره اللي انت تعرف تعملها دي، ايا كانت المهاره دي بقى. انت دكتور، مهندس، جرافيك ديزاينر. وكلنا عارفين ان في فجوه بين التعليم ايا كان شكل التعليم، سواء انت خلصت تعليم جامعي او تعليم مهني اتعلمت لوحدك مثلا صنعه في حته، وسوق العمل. السوق بالظبط عايز ايه؟ الكلام ده بيختلف اختلاف شاسع طبعا. في مثلا مسارات مهنيه واضحه زي مثلا حد يبقى دكتور، انت تدرس طب لحد الاخر وبعد كده انت عارف ان انت هتشتغل دكتور وخلاص. انما في مسارات مهنيه تانية كتير بتظهر كل يوم ما كانتش موجوده من 10 سنين مثلا. على سبيل المثال لو انت خريج حاسبات ومعلومات، كان اسمك زمان مهندس كمبيوتر، النهارده بقى في 10 20 30 مهنه تانية ما كانوش موجودين قبل كده. بقى في داتا اناليست، داتا ساينتست، اي اي ساينتست، والخ الخ. واحنا صغيرين كنا عارفين ان احنا نقدر نعمل اي حاجه وعندنا وقت ان احنا نعمل فيه برضو اي حاجه احنا عايزين نعملها. كل ما احنا ناخد اختيارات معينه في حياتنا حتى من واحنا صغيرين، كل ما احنا الاختيارات اللي تبقى متاحه تانية قدامنا تبقى اقل. لو انت كنت شاطر في المدرسه مثلا وقررت ان انت تدرس طب لحد ما خلصت جامعه علشان بعدها تبقى طيار مثلا، تهيألي هيبقى اصعب بكتير من ان انت كنت عايز تبقى طيار في الاول. فانت هتبقى ساعتها عندك حوالي 30 سنه مثلا او اخر العشرينات. لو انت طيار برضو قررت ان انت عايز تبقى دكتور وترجع الجامعه تاني عشان تجيب مجموع وتخش طب اند سو اون. انت فاهم الفكره بتاعت التاثيرات اللي بتخلينا ناخد قراراتنا اللي هي ممكن تبقى غلط في المستقبل بعد كده. دي مش كلها بايدنا ومش كلها كانت يعني نوايا سيئه او جهل مننا. حاجات زي توقعات الاهل، الضغط الاجتماعي، الاستقرار المادي، دي كلها عوامل مهمه. ان انت يبقى عندك وظيفه انت عارف ان انت بعد كده هتقدر ان انت تكسب منها وتصرف مثلا على بيتك وتتجوز، ده سبب جيد ان انت تاخد الشغلانه دي. معظمنا مش عارف هو عايز يشتغل ايه في المستقبل. ان انت تقول مثلا وانا عندي 17 18 سنه انا عايز ابقى دكتور او مهندس، مش كل الناس عندها شغف، بس هو كمان السبب ده ان انت تاخد بس طريق علشانه دي حاجه ساذجه. معظم الناس اللي ناجحه في مساراتها المهنيه وفي وظائفها ما كانتش عارفه في الاول ان هي عايزه تشتغل الحاجه دي، او الحاجه دي فعلا اللي هي عايزه تصحى ان هي تشتغلها كل يوم. مفهوم الشغف ده يعني ممكن تبقى اكتر حاجه ان هي تتوهك. انت مش حاسس ان انت لاقي مثلا شغفك او الحاجه اللي انت يعني عايز تصحى الساعه 5 الفجر عشان تعملها، وفي نفس الوقت حاسس ان انا بشتغل شغلانه انا ما بحبهاش. الحل في معظم الاحيان ان انت تجرب تاخد طريق، اي طريق. ولو حسيت ان انت ماشي في مسار مش ده الحاجه اللي انت عايز تعملها او ان انت تكمل كمان 30 40 سنه بتشتغل فيها، خلي عندك الشجاعه الكافيه ان انت تاخد طريق تاني. طالما انت عندك بلان قادر ان انت تصرف مثلا على نفسك وعلى بيتك وتاخد ريسك محسوب. محسوب معناه ان انت عارف انا الحاجه دي لو رحت ادرس مثلا درجه علميه مختلفه او اخد كورسات عشان اشتغل وظيفه تانية مختلفه، ازاي ان انا هيبقى عندي دايما باك اب بلان. انا واحد من الناس من حوالي سنه قررت ان ادرس ماجستير في حاجه تانية تخصص مختلف، والمفروض بعد ما اكمل دراسه ان شاء الله اكمل
اكمل المسار المهني بتاعي في حاجه تانية مش بالظبط في التخصص بتاعي اللي هو الصيدله. في كتاب اسمه So Good They Can't Ignore You لكاتب اسمه كال نيوبورت، ده بيناقش مفاهيم كتير عن الشغل والوظائف والكارير. من المفاهيم اللي انا شايفها مهمه جدا واللي غيرت يمكن طريقه تفكيري كتير في الكتاب ده كانت فكره الكارير كابيتال، ان هو كل واحد فينا عنده راس مال. راس مال ده عباره عن الحاجات اللي هو يعرف يعملها، المهارات اللي في وظيفتك واللي انت المفروض دايما تكون بتشتغل على نفسك. يبقى في تعليم مستمر ان انت دايما تضيف للراس المال بتاعك ده، عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتقدم لك ضمانات ان انت دايما هتلاقي وظيفه او دايما انت يبقى ليك اليد العليا في ان انت تتنقل ما بين وظيفه للتانيه، شركه للتانيه، او لو حبيت ان انت تغير المسار اللي انت ماشي فيه يبقى دايما عندك اختيارات قدامك. ما انتش مقيد ان انت مثلا تبقى عاطل او انت مش لاقي شغل او دايما انت بتشتغل عشان الفلوس، عشان عارف ان انت ما عندكش فرصه تانيه او اوبشن تاني. وده اللي بيخليك برضو ان انت لو انت بتشتغل مثلا في مكان او يعني في مسار فيه تنافسيه كتير، مش وظيفه مثلا فيها عجز حاد بحيث ان انت دايما هتلاقي شغل حتى لو انت يعني امكانياتك على قد حالك، ما انتش اجمد واحد مثلا. فدايما اللي هيميزك ويديك حريه ان انت تبقى شاطر في الحاجه اللي انت بتعملها، ودي مش حاجه سهله علشان الناس الشاطره قليله وهم دايما مطلوبين في اي تخصص ايا كان. انا عارف ان الفيديو ده ممكن ما يكونش ليه قيمه واضحه، ولكن هو اكتر منه يعني مناقشه افكار بيني وبينك. لو الفيديو ده عجبك او عندك افكار او تجارب شبه اللي انا كنت بتكلم فيها ممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. ممكن تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه بس، واشوفكم فيديو جديد.